النهاردة معانا 4 قصص حصلت بالفعل، أجواءها مليانة غموض وجو من الرعب والتوتر. ويلا بينا نخش في القصة. من كام سنة كنت راجع من الشغل بالليل متأخر شوية. كنت ماشي في طريق البيت، وعادة ما بشتغلش للوقت ده، بس اليوم كان طويل جدا وكنت جعان بشكل رهيب، وما كانش عندي فرصة طول اليوم إن أنا آكل. في الطريق للبيت مفيش مطاعم كتير بمر عليها، لأني عايش شوية بعيد في الريف ومفيش أماكن كتير أروحها، فكنت بدور بعيني على مكان أقف فيه وآكل. لقيت نفسي على الطريق السريع وصلني لمحطة بنزين، وبعديه بشوية شفت لفتة مطعم. الوقت كان حوالي الساعة 11 بالليل، مش عارف إذا كان المطعم لسه فاتح ولا لأ، بس قررت أروح وأشوف. لما مشيت شوية في الطريق ظهر كأن المطعم مفتوح، الأنوار كانت منورة جوه، وافتكرت إني شفت حد جوه لما كنت داخل جراج العربيات، لكن مفيش أي عربيات تانية في الجراج. قررت أركن وأنزل وأشوف الباب فتح، وفعلا المكان كان مفتوح، على الأقل كده كنت فاكر. دخلت جوه المطعم، كان هادي جدا، ما كنتش شايف حد جوه. مشيت ناحية الكاونتر عشان أطلب، وافتكرت إن الموظف يمكن يكون جوه في المطبخ. بعد كام ثانية من وصولي للكاونتر الأنوار فجأة انطفت، وبقى المكان ضلمة تماما. الإضاءة الوحيدة كانت جاية من الشبابيك الكبيرة قدام المحل. بصيت حواليا مستغرب ايه اللي بيحصل. بعد حوالي 20 ثانية كده فكرت إن أمشي، لكن قبل ما أمشي سمعت أصوات جاية من ورا. ببص حواليا في كل زاوية، شفت بنظري راجل جاي من بره. في الأول افتكرت إنه موظف، لكن ما كنتش شايفه كويس عشان الضلمة، ومع الضوء اللي كان جاي من الشباك لاحظت إن الراجل ده ما كانش لابس يونيفورم المطعم. وقف شوية يبص عليا من بره. قررت إن أنا أمشي، بدأت أتحرك ناحية الباب، لكن لما عملت كده سمعت الراجل بدأ يمشي ورايا. مش عارف كان رايح فين، لكن الصوت كان بيجي ناحيتي. لما وصلت للباب بصيت ورايا وشفت الراجل جاي بسرعة ناحيتي، كان على بعد 7 أمتار مني. الراجل ما قالش حاجة ولا أنا كمان. خرجت من المطعم وبدأت أرجع لعربيتي. بعدين سمعت الراجل بدأ يتحرك، بصيت ورايا والراجل كان بيقرب مني. في اللحظة دي ما كنتش عارف أعمل إيه، فبدأت أجري. جريت لعربيتي بسرعة، فتحت الباب ودخلت. لحسن حظي ما كنتش محتاج أرجع عشان أخرج، لأن موقف العربيات كان موصول بواحد تاني، فدوست على البنزين وخرجت من هناك. الراجل كان قرب يوصل لعربيتي، لكن سبت واقف هناك في الموقف وسقت بعيد. رجعت للبيت على طول، موقفتش في أي مكان تاني. كنت متوتر جدا من الموقف، وعملت حاجة أكلها في البيت. لحد دلوقتي مش عارف إيه اللي كان بيحصل في المطعم ده. يمكن المكان كان مقفول، لكن الباب كان مفتوح لسبب ما. الراجل اللي شفته كان بيحاول يسرق المكان، ولا كان بس قاعد ورا كده، مش عارف. لكن اللي عارفه إن الراجل ده طاردني، وأنا مبسوط إني في الآخر خرجت. السنة اللي فاتت رحت مطعم بالليل، كنت عايز أجيب سندوتش، والمطعم ده كان على بعد 10 دقايق من بيتي. المطعم كان موجود في مول هادي، وكان فيه كذا محل تاني. رحت هناك حوالي الساعة 9 بالليل. فاكر إنها كانت ضلمة خالص عشان كان وقت الربيع. كان المكان هادي برضه، أغلب المحلات في المول كانت قافلة. دخلت المطعم وطلبت السندوتش بتاعي، ما خدش وقت طويل عشان ما كانش فيه حد تاني. بعدين أخدت السندوتش بتاعي، وأنا فاكر إن أنا وأنا باخد مشروب شفت راجل بيعدي بره على الرصيف قدام المطعم. الراجل كان طويل شوية وشعره كان منكوش، كان لابس تيشيرت وبنطلون رياضي. الراجل بص عليا من الشباك وهو بيعدي، وبعدين كمل مشي. بعد ما خلصت مشروبي وخلصت الطلب خرجت من المطعم، كنت رايح لعربيتي في الباركينج. لما سمعت حد جاي ورايا، سمعت خطوات على بعد شوية مني على يميني. بصيت وشفت نفس الراجل كان جاي ناحيتي. قبل ما أعرف أو أفهم الراجل كان واقف جنبي. وقفت عشان أشوف هو عايز إيه. لما وقفت سألني إذا كنت أقدر أوصله لمحطة البنزين، وشاور في الاتجاه اللي شاور عليه كان في محطة بنزين قريبة، وكانت تقريبا في الاتجاه اللي ساكن أنا فيه. طبعا ما كنتش عايز أوصل للراجل ده، أنا معرفوش، فقلت له إني مستعجل عشان أروح البيت. بس لما بدأت أمشي الراجل فضل ماشي ورايا.
قال إنها مش بعيدة وإنه بس محتاج يروح محطة البنزين عشان يقابل صاحبه هناك. في الآخر وافقت وقلت له إني هوصله. بحس نفسي غبي وأنا بقول كده، عشان طبعا مش منطقي إني أوصل حد غريب بالليل، بس ده اللي حصل. كنت بأمل إنها تكون رحلة سريعة. الراجل اللي ركب جنبي بعد ما ركب، الراجل كان لطيف وقال لي شكرا، وقال إنه كان بردان وما كانش عايز يمشي كل المسافة دي. كان فعلا بردان عشان كان الربيع وبالليل. مشيت بالعربية وخرجت من الباركينج على الشارع الرئيسي، وبعد ما لفينا شمال محطة البنزين كانت على اليمين. المشوار كان سريع وسهل، بس لما وقفت الراجل مخرجش من العربية. قلت له حاجة زي تمام اتفضل، بس هو مخرجش، فضل قاعد. كانت لحظة محرجة جدا لمدة حوالي دقيقة. كنت حاسس بشعور وحش تجاه الموقف ده. في اللحظة دي كنت بلوم نفسي إني خليت حد غريب يركب معايا في العربية. أخيرا قلت له إحنا هنا، مش ده المكان اللي كنت عايز تروح له؟ الراجل أخيرا اتكلم وقال إن دي مش محطة البنزين اللي كان عايزها. قال إنها محطة تانية بعيدة شوية في الاتجاه الشرقي، واللي كان مش في طريقي. قلت له إني افتكرت إنه كان عايز يروح المحطة دي، وكنت متأكد إنه شاور على المحطة دي. قال لي لأ، كأني غبي إني ما فهمتش. قلت له إني مش هروح في الاتجاه ده ولازم أروح البيت. هو مردش، مخرجش من العربية. الراجل كان شكله متضايق مني إني ما فهمتش هو عايز يروح فين بالظبط. قلت له إني مش هقدر أروح محطة بنزين تانية، وإني مش هروح أي مكان تاني. الراجل ما كانش مبسوط ومخرجش من العربية. الراجل قال لي إني لازم أوصله المحطة التانية. كنت بدأت أقلق، مش عارف إذا كان الراجل ده ممكن يكون خطر ولا حاجة. طلبت منه يخرج من العربية بس قال لأ. في اللحظة دي ما كنتش عارف أعمل إيه. بعدين وأنا قاعد في العربية شفت عربية شرطة داخلة محطة البنزين. لما شفتها قلت إن ممكن أحاول ألفت انتباه الشرطة، بس قبل ما أعمل كده الراجل فجأة نزل من العربية، فتح الباب وخرج بسرعة وبدأ يمشي بعيد. الراجل بدأ يمشي ناحية المبنى، وبعدين أنا مشيت بعربيتي بسرعة ورجعت البيت. قلت لنفسي إني مش هخلي حد غريب يركب معايا في العربية تاني. بصراحة مش عارف الراجل كان ناوي يعمل إيه، بس لما شاف الشرطة واضح إنه كان عارف إنه بيعمل حاجة غلط وقرر يمشي. كنت محظوظ إن الشرطة جت في الوقت ده. من حوالي 5 سنين كنت شغال في مطعم وباخد بريك الغدا الساعة 1 الظهر. كنت بشتغل في مبنى مكاتب قريب من المدينة، كان في شوية أماكن أقدر أجيب منها أكل. أحيانا كنت باخد أكل معايا، لكن في اليوم ده مشيت على مطعم كده كان بياخدني حوالي 10 دقايق عشان أمشي هناك من المبنى بتاعي، فكان مريح جدا. بروح هناك كتير. كنت بمشي على الرصيف وبلف وامشي شوية تاني. في اليوم ده لما دخلت المطعم لاحظت إن في طابور طويل جدا. فكرت أروح مكان تاني، لكن قررت أفضل. أغلب الأماكن كانت زحمة في الوقت ده عشان الناس زي بيكونوا في بريك الغدا. وقفت في الطابور وأملت إنه يتحرك بسرعة. كل ما الطابور يتحرك يدخل ناس تانية والمكان كان بيتملي. فاكر لما كنت واقف في الطابور لمدة حوالي 3 دقايق كده حسيت بتليفوني بيتهز في جيبي. طلعت التليفون وشفت الرقم، بس معرفتش رقم مين ده. رجعت التليفون جيبي. بعدها بلحظات حسيت بتليفوني بيتهز تاني، كان المرة دي بسبب رسالة نصية. طلعت التليفون تاني وشفت الرسالة، كانت من نفس الرقم اللي اتصل بيا من شوية. الرسالة بتقول أنا واقف وراك في الطابور. كنت متلخبط بعد ما قريت الرسالة دي. هل ده حد من زمايلي بيهزر معايا؟ لفيت وبصيت ورايا، كان فيها على الأقل 15 شخص في الطابور ورايا، لكن معرفتش حد منهم. الشخص اللي ورايا على طول كانت ست. ما افتكرتش إنها هي، لكن كل الناس التانية كانوا رجالة. شوية منهم كانوا باصين عليا عشان لفيت وبصيت عليهم. رجعت وكتبت رسالة للرقم وسألت انت مين، بس ما ردش عليا فورا. كان غريب جدا، بس كان دوري في الطابور. طلبت السندوتش بتاعه وخرجت من المطعم، لكن قبل ما امشي بصيت على الناس تاني، ما شفتش حد اعرفه خالص. خرجت ورجعت للشغل. كان فيه كتير ناس ماشيين على الرصيف عشان كنا قريبين من المدينة، بس ما كانش فيه حاجة غريبة. رجعت الشغل وبقيت اليوم عدى بدون اي حاجة غريبة. خلصت الشغل الساعة 6 وركبت عربيتي عشان اروح البيت.
لكن أنا فاكر وأنا سايق على الطريق السريع جاتلي مكالمة تانية كان من نفس الرقم الغريب. قررت أرد، ولما رديت سمعت صوت راجل بيتكلم بهمس، قال إنه سايق ورايا. سألت مين ده، بس الراجل قفل المكالمة. كنت متلخبط جدا، بصيت في المراية ما لاحظتش حاجة غريبة، ما كانش في حد لازق في عربيتي، لكن الطريق السريع كان زحمة جدا وكان فيه عربيات كتير ورايا. كملت سايق لكن ما كنتش عايز أروح البيت، فبدل ما أروح على بيتي رحت على اسم الشرطة. لما وصلت هناك ما لاحظتش حد بيتابعني، دخلت وحكيت ليهم اللي حصل، بس للأسف ما كانش في حاجة يقدروا يعملوها. قالوا لي غالبا ده مقلب، لكن ما تترددش اتصل لو حصل أي حاجة تانية. بعدها عملت بلوك للرقم اللي كان بيزعجني ده ورجعت البيت. محدش تابعني بعدها. بعد اليوم ده ما جاليش أي رسايل أو مكالمات غريبة تاني. ممكن يكون فعلا كان مقلب، بس معرفتش مين اللي عمله أو ليه. حكيت لزمايلي ومحدش اعترف. لحد دلوقتي مش عارف مين اللي عملها أو ليه. القصة دي حصلت قريب لما كنت شغال في مطعم. أنا شغال هنا بقالي تقريبا سنة، والمطعم اللي شغال فيه أقدر أوصفه إنه متوسط، مش في منطقة زحمة ولا في منطقة هادية. وفي يوم في وقت هادي بعد الظهر دخل راجل المطعم. كنت واقف ورا الكاونتر، ما كانش في حد تاني في المطعم غير زميلي اللي جوه في المطبخ. أتوقع إن الوقت كان حوالي الساعة 3 أو 4 بعد الظهر. الراجل دخل وجه عندي علشان يطلب. سألته عايز ايه؟ قال لي عايز واحد من السندوتشات البيج برجر. الراجل كان شكله مش في أحسن حالاته. سألته عايز نوع عيش ايه، وبدأت أروح للعيش عشان أجيب له البيج برجر. بس قبل ما يجاوب فكرت إني أقول له إن السندوتشات مش بالسعر اللي هو قاله بقالها كتير. لما قلت له كده الراجل ما كانش مبسوط خالص. كنت فاكر إنه بيهزر في الأول علشان العرض ده بقاله كتير خلصان، بس واضح إنه ما كانش بيهزر. قال إننا طول الوقت كنا بنعلن على السندوتشات بالسعر اللي عارفينه، وادعى إنه آخر مرة جه فيها المطعم كان واخد واحد بالسعر ده. مش عارف كان إمتى آخر مرة جه، بس إحنا ما كانش عندنا السندوتشات بالسعر اللي هو قاله من وقت ما بدأت أشتغل هنا. قلت له إني معرفش الأسعار اللي أنت بتقول عليها دي، وأنا بس شغال هنا ودي الأسعار اللي قدامي. بدأ يقول إنه هيكلم إدارة المطعم وهيكلم المدير بتاعه كده. ما كنتش عارف مشكلة الراجل ده ايه. اخرتها سألني لو اقدر اخفض له السعر، كأننا في محل البيع ازياء او اي حاجة مستعملة او ممكن نخفض في سعرها. قلت له اني ما اقدرش افاصل في الطلبية، ما عنديش السلطة دي. الراجل شتمني وده خلاني اتعصب، وقلت له يخرج من المحل، بس ده خلاه اكتر عصبية. بدأ يتكلم بعصبية عن المطعم وعني، وقال لي اني لازم اتفصل. قلت له يخرج وإلا هكلم الشرطة. زميلي اللي كان في المطبخ سمع صوت ضجة وخرج يشوف ايه اللي بيحصل. قال لي الراجل يخرج برضه، وفي الآخر الراجل قرب مني وقال لي إنه هيرجع ليا تاني. مش عارف يقصد ايه بالكلام ده، وبعدين خرج وهو متعصب. كانت أغرب حاجة، أنا وزميلي اتكلمنا عن اللي حصل وكنا فرحانين إنه مشي. بعد شوية جولنا شوية زباين وكملنا اليوم. كان في زحمة لفترة وبعدين هدي الوضع بالليل. زميلي مشي ورجع البيت، وأنا كنت لوحدي عشان أقفل المحل في آخر ساعة. عادة ما بيكونش فيه ناس كتير في آخر ساعة، جالي بس زبون واحد في آخر ساعة اللي كنا فاتحين فيها بالليل. بعدين قفلت الساعة 10، وبعدين رجعت أنضف. قبل ما أمشي وأنا بنضف سمعت صوت حد بيحاول يفتح الباب. بصيت وشفت نفس الراجل اللي كان متعصب من السندوتش بالسعر اللي مكتوب. حسيت بشعور وحش لما شفته. أصله مصر ليه على السعر اللي هو قاله؟ ده مش طبيعي. كان واقف على الباب وبدأ يخبط بصوت عالي. شافني ورا الكاونتر وبدأ يصرخ. قلت له يروح وقلت إننا قفلنا. الراجل صرخ بحاجة تانية بس أنا ما قدرتش أفهمها. رجعت لورا وكملت تنظيف وتمنيت إنه يمشي. بعد شوية من التنظيف ما سمعتش حاجة. رجعت وشفت إنه لسه واقف بيمشي رايح جاي على الرصيف بره. ما كانش باين إنه هيمشي. خلصت كل اللي كان لازم أعمله وبعدين كنت جاهز أمشي، لكن لما عملت كده الراجل لسه كان واقف بره بيمشي رايح جاي. عرفت إنه مستنيني. في الوقت ده اتصلت بالشرطة، حكيت لهم القصة وإن الراجل واقف بره. بعدين استنيت لما الشرطة جت. الراجل كان لسه بره. كلموه وخلوه يمشي.
بعد كده قدرت أمشي وأروح البيت. ودايما لما بفكر في الموقف ده بحس إني محظوظ إني قفلت الباب بالظبط الساعة 10. الراجل وصل بعد دقايق قليلة، لو كان دخل المحل مش عارف إيه اللي كان ممكن يحصل. من وقت الحادثة دي ما شفتش الراجل تاني، وأتمنى ما شوفهوش تاني أبدا.